السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا فيديو النهارده. ليلى عبد اللطيف توجه نصيحة عاجلة لهذه الأبراج: تعب مفاجئ وصدمات صحية ونفسية تلاحق بكم، فاحذروا. يتعرض بعض الأشخاص لصدمات نفسية مفاجئة ومشاكل صحية خلال شهر سبتمبر، مما يؤثر على حياتهم الصحية والمهنية والعاطفية والاجتماعية. بحسب مقالة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، مواليد برج العذراء، تأثير الشمس على برج العذراء يمكن أن يكون له آثار سلبية على الصحة العقلية والجسدية للأشخاص الذين ولدوا تحت هذا البرج، وقد يشعرون بالإرهاق بسبب المتطلبات الكبيرة التي يضعونها على أنفسهم، لذا يجب عليهم الحذر خلال شهر سبتمبر. على الصعيد المهني، قراراتك المترددة في العمل تضعك في مشكلة صعبة. اختار القرار الصح ولا تضع نفسك في مشكلة بسبب التردد. عاطفيا، القاعدة الذهبية التي يجب أن تستمع إليها في العلاقة اليوم هي أن تترك قلبك يتحكم في عقلك خلال هذه الأيام. استمع إلى حدثك واتبعه، لأن العقل يمكن أن يقودك إلى قرارات قاسية وغير مرغوب فيها. مواليد برج الحوت، تأثير تراجع زحل ونبتون في مواليد برج الحوت يمكن أن يسبب ضغط نفسي كبير وتشتت ذهني لدى مواليد هذا البرج، مما يؤثر سلبيا على صحتهم العامة، ولهذا ينصح مولود برج الحوت بالحذر خلال شهر سبتمبر. على الصعيد المهني، تعمل منذ فترة على مشروع أو فكرة ستؤتي ثمارها اليوم، مما يمنحك الكثير من التشجيع للعمل بشكل مستقل. في الفترة المقبلة يمكنك الحصول على شراكات أو تمويل غير متوقع. مواليد برج السرطان، وجود المريخ في برج السرطان يمكن أن يؤدي إلى ضغوطات تؤثر على الصحة النفسية والجسدية لمواليد هذا البرج، وقد يصبحون أكثر توترا، مما قد يؤثر على جهازهم الهضمي أو يسبب آلاما جسديا لا مبرر لها. على الصعيد المهني، عندما تتحسن علاقتك بزملائك في العمل سيزداد شغفك به ويحفزك على التوجه إليه، لكن كلما كانت علاقتك بهم أسوأ كلما زاد التوتر في العمل، وتشعر أن الأمر حمل ثقيل على قلبك. وبكده حبايبي يكون ده الفيديو بتاعي، مش تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.